لك يا علوان، المحنات بياكل في ارضي. طب قول صباح الخير يا اخوي. راس الحد كانت هنا اهو. اديلنا 10 سنين من يوم ما قسمنا التركي والحد مضى. والحد دي ما بقالوش لازمه. انا خدت ارض ولاد ابو ريه، ما بقاش فاضل زمام الحوت كله غير ال 20 فدان بتوعك. انا عايز اضم ارض وارض مراتي على بعضيها. طب وايه غرضك بقى يا اخوي؟ تبادلني عليهم. نعم. هدي 25 فدان في حوض الضماين. يا سلام على الإنسانية، يا سلام على الحنية. ده ارض بور يا اخوي. يا راجل دي أرض صبية. حنان عليك. انت مستكتر في اخوك ال 20 فدان اللي نابوني من التركي؟ وانت ناقص طين؟ دول بقوا 300 يا عمده. حصوه في عينك. انا مش بحسدك، ربنا يغنيها بالحلال. ايه الله يرحمك يا اخي العطيه، كان دايما يقول اللي يتلفع بالحرام يعيش عريان ويموت عريان. يا اللي تنكلبي. هديك 30 فدان. اما تديني ال 300 بتوعك وال 200 بتوع مراتك، انا يستحيل اسيب ارض. مش ده كليته بتاعنا لما عمي يموت؟ موت تاخدك انت وابوك وامك واللي في بطن امك يا كلب يهبك. الله ده عيل يا اخويا، ما تاخدش على كلامه. ده مش كلامه، ده كلامك انت ومراتك اللي بتقتت وتحتت.